النهاردة بقى هنعمل وصفة جميلة قوي، وهنعمل الفراخ بطريقة حلوة جدا. شايفين جمالها وحلاوتها بقى. عايزة اقول لكم ان الفراخ دي تتبيلتها خرافية تحفة جدا. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي. جبنا هنا الصينية مستطيلة او مدورة مفيش مشكلة. هنغلفها كده بالورق الفويل. وبرضه انا عايزة اقول لكم يعني ما ينفعش نحط الفراخ او اي اكل كده دايركت على الفويل، يعني لازم نغلفه كده بالفويل وبعد كده نحط عليه ورقة زبدة عشان خاطر ايه ما يعني الفويل ما يتفاعلش مع الاكل. ونجيب كمان بقى ايه هنا كيلو من البطاطس، او نجيب 3 حبايات بطاطس كده كبار ونقطعهم كده بالسمك كده حلقات دوائر، يعني بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ونجيب برضو هنا 3 حبايات طماطم قوطة، يعني نقطعهم برضو حلقات كده. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي تحفة جدا، وطريقة يعني طعمها كده عايزه اقول لكم خرافي خرافي جدا. عايزه اقول لكم انا جوزي والله العظيم يعني عجبته قوي، وبقى يقول لي يعني من احسن الوصفات اللي عملتها واحسن طريقه تعمليها للفراخ. طبعا هنا حطينا بصوا حلقات في اللهم صل على النبي فلفل رومي، وحطيت هنا قرن فلفل حامي. طبعا هنا جبت يا اما بصلايه كبيره يا اما بصلتين كده متوسطين، اقطعهم برضو حلقات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنا بصوا بعد ما خلاص بقى قطعت البصل كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، احط عليها معلقه من مكعب المرقه، نحط فلفل اسود، كمون، توابل فراخ، نحط ملح، نحط عليها كمان نص ليمونه، ونقلب كل الكلام ده مع بعضه بالشكل ده كده. خلاص كده انا قلبتها كده. يلا بقى ايه نحط عليها شويه من الزيت قد يعني 3 4 معالق زيت عشان برضو ايه تعلي معانا التست كده وتدي لمعه حلوه. يلا بقى ايه نركنها على جنب ونجيب الكبه. هنحط فيها طماطمايه وبصلايه، يعني او طماطميتين وبصلتين متوسطين، نحط عليها برضو توابل فراخ، نحط كمون، ملح، فلفل اسود، معلقه من مكعب الماجي، نحط كمان معلقه زعتر، ونحط كركم، ونقلب كل الكلام ده مع بعض. نحط كمان نص معلقه من السكر. طبعا السكر دي هتكرمل معانا الفراخ وهتبقى حلوه جدا. خلاص ضربت الكلام ده كله مع بعض. حطيت هنا برضو يعني نص فنجان كده من الزيت، وسبت شويه من التتبيله هنا. وبقية التتبيلة بعمل بيها الفراخ، بغلف بيها الفراخ كده بتبلها. دي كانت وراك. طبعا تقدري تعملي فرخة كاملة، تعملي وراك زي ما انت ايه حابة. هنا بقى بقية التتبيلة بصوا هحطها هنا على البطاطس والفلفل والقوطة، واقلبهم كده كلهم مع بعض ياخدوا كده ويشربوا. عايزة اقولكوا ريحتها كانت حلوة جدا جدا جدا، يعني لازم تجربوها وتقولي بقى رأيكم في الكومنتات. واشتركوا كده بقى في القناة، وان شاء الله يعني نكبر بيكم ان شاء الله بإذن الله قريب. بس كده انا بعد ما عملت بقى الفراخ كده تبلتها او غلفتها كويس بالتتبيلة، احط بقى ايه ارص الفراخ كده زي ما احنا شايفين، وبقية التتبيلة ارشها كده على الوش. وندخلها بقى الفرن بقى على درجة حرارة 200 زي ما هي. طبعا الفرن يكون يعني مسخنينه مسبقا يعني. بس قبل ما نعمل الحركة دي طبعا هنحط هنا ورقة زبدة، برضو منحطش الفويل دايركت كده على الاكل زي ما قلنا. عايزه اقول لكم يعني التركية دي يعني لازما جدا، يعني ما ينفعش تحطي الاكل على طول كده في الفويل. يلا بقى ايه نفتح كده كام فتحه كده عشان ايه البخار، ونحطها في الفرن. انا حطيتها نص ساعه من تحت الاول على الصاجه كده على طول، بعد كده رفعتها فوق ايه على طلعتها على الرف اللي في الوسط النص يعني. بعد كده خدت مثلا برضو ربع ساعة يعني 25 دقيقة. طلعتها بعد كده بره، رحت ايه شلت عليها الورق الزبدة وشلت الورق الفويل ودخلتها تاني. هتسيبيها تحت الشواية بقى يعني مثلا ايه ربع ساعة، نص ساعة، تلت ساعة. انا ما عنديش شواية هنا، سبتها براحتها. تمام. وخدت معانا اللون القمر اللي احنا شايفينه ده. عايزة اقول لكم جربوها، جربوها بجد خطيرة خطيرة تحفة. يعني عايزة اقول لكم حاجة كده ما شاء الله. والبطاطس معانا كانت جميلة، والفراخ دايبة دوب. عايزة اقول لكم يعني بصوا يعني لساني يعجز عن الوصف يعني. بس تحفة يعني. شايفين البطاطس عاملة ازاي؟ كل حاجة فيها مستوية ومهرية كده وجوسي كده وحلوة جدا. ممكن تعملوا معاها رز حبة وحبة، اللي هو رز حباية وحباية، او رز ابيض، او رز بشعرية زي ما انت حابة.
انا عملت هنا رز معاها، عملت معاها رز حبه وحبه. شايفين الفراخ بقى حلوه ازاي؟ لو عجبتكم اعملوا كومنت. شكرا على